ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. احنا دلوقتي عدى تقريبا اسبوع على رمضان، فانا قلت انزل الفيديو دلوقتي عشان عارفين ده اكتر وقت الواحد بيبقى حاسس ان هو نزل فيه. احنا بنبقى داخلين كلنا رمضان عندنا طاقة رهيبة وفوق كده، وبعدين بنفضل قاعدين عليها شوية والطاقة بتاعتنا دي بتنزل. فما لقيتش وقت احسن من دلوقتي ان انا اتكلم معاكم ان احنا ازاي نستغل رمضان على قد ما نقدر، وخصوصا الثلاث اسابيع اللي متبقيين من رمضان. الوقت بيجري وان احنا طاقتنا وهمتنا تفضل مرفوعه فوق. كلنا كل سنه بنقول يا رب رمضان ده يكون احسن، يا رب رمضان ده يكون احسن من كل سنه، وفي الاخر مش بنلاقي نفسنا ان احنا استغلينا رمضان بالشكل الصح اللي احنا المفروض ان احنا نستغل رمضان بيه. فالفيديو ده هيبقى متقسم لتو بارتس. اول بارت احنا بنتكلم عن الحاجات الدينيه الاول، عشان هو ده طبعا الاساسي وهو ده اللي رمضان از اول اباوت. وتاني حاجه هي الحاجات الدنيويه والكلام الدنيوي اللي احنا هنتكلم فيه بس بعد ما نخلص الحته الاساسيه اللي هي الدينيه. تعالوا نبدا باول حاجه، وهو ان احنا عايزين ان احنا نختم القرآن. كنت نزلت لكم فيديو على انستجرام بقول لكم ازاي نختم القرآن. اول حاجه انا بحب ان انا هتكلم على طريقتي والطريقه اللي بتنفع معايا والطريقه اللي انا بقالي سنين بعملها ومستريحه بيها. بقسم المصحف بالصفح. احنا عندنا المصحف 604 صفحه بالظبط. لو هنقسم المصحف على ال 30 يوم فكده احنا المفروض ان احنا يوميا نخلص 20 صفحه. 20 صفحه دي انا صراحه بستثقل ان انا اقعد ومش ببقى مركزه، ممكن اكون ببقى مستعجله وكل اللي بفكر فيه او ان انا عايزه اخلص 20 صفحه، فالموضوع ما بيبقاش حلو. احنا برضو مش عايزين نختم القرآن وخلاص اللي هو احنا قرينا كده وخلاص، لا، بحب ان انا اقراه يكون بالراحه واكون مركزه، ولو في حاجه عايزه افهمها اركز فيها. فهنا بحب ان انا اقسمها على الصلوات. بعد كل صلاه اخد لي 5 صفح بس. استنوا ما تكملوش او توقفوا الفيديو لحد هنا. احنا كبنات البنت دلوقتي عندها اسبوع، ممكن 3 5 7 ايام هي مش بتصوم فيهم، فبالتالي الوقت ده هي مش في بنات بتقرا اوكي القرآن من الموبايل، وده لو انتي متاخره. هنا بحب ان انا اعمل حاجه ان انا بدل ما اخد 4 صفح بعد كل صلاه باخد 6 صفح، يعني بس بزود صفحتين، مش بتفرق كتير، بتاخد 3 4 دقايق ازيد من الاربع صفح. وهنا بقى الموضوع بيبقى حلو جدا ان احنا ممكن تختموا القرآن في 20 يوم، يعني بنكون محتاجين 20 يوم. وعارفين في ايام بتقع مننا ان احنا مثلا كان عندنا عزومه فما قريناش قرآن بعد المغرب وبعد العشاء. في ايام تانية الواحد ممكن مثلا يكون كان في الشغل فعنده الظهر والعصر برضو معرفش يقرا فيهم. فعامه موضوع الست صفح ده بيخليكوا تفضلوا اون تراك، ولو في ايام وقعت منكم انتوا اوريدي في ايام كنتوا قاريين اكتر فيها اند سو اون. الموضوع بيكون كله بالانس. فهنا انا بحب ان انا اختم القرآن كل سنه، عشان انا عارفه ان احنا كلنا غلطانين جدا في حق المصحف وان احنا مش بنقرا القرآن زي ما احنا المفروض ان احنا نقرا. فالشهر ده هو الشهر الوحيد اللي بحس ان انا كمان بمسك المصحف وبقرا من المصحف. حتى الواحد دلوقتي لما بيقرا الورد بتاعه الواحد بيلاقي ان هو ممكن بيمسك الموبايل ويقرا من الابلكيشن بتاع الموبايل. فعارفين احساس مسكه المصحف مختلف، مش عايزين نطنشها. ختمه القرآن مش فكره ان احنا بنخلص ال 30 جزء على قد ما احنا في حاجات كتير. اول حاجه عايزين ناخد ثواب قراءه كل حرف في القرآن، مش بنهجر القرآن. فهم والتمعن في القرآن، ممكن تلاقوا رساله ليكوا انتوا كنتوا مستنيين ان انتوا تسمعوها من حد تلاقوها وانتوا بتقروا القرآن، بس دي مش هتيجي غير لو احنا ركزنا واحنا بنقرا. فهنا دي اول حاجه دينيه كل الناس تتكلم عنها ان احنا عايزين نعملها، هي ان احنا نختم القرآن. تاني حاجه مش عايزين برضو ان احنا كلنا ندعي المثاليه. في ناس فينا في وسطنا كتير جدا هي مش منتظمه على الصلاه، وبتلاقي ان الموضوع صعب عليها ومش بتعرف تعمل الموضوع. رمضان هو اكبر فرصه ان الواحد يعمل اي عاده جديده. عايزه اقول لكم حاجه، سايكولوجيكلي العاده الجديده بتتبني في 3 اسابيع، يعني 21 يوم بالظبط. لو الواحد عمل عاده لمده 30 يوم بتاعه رمضان او ال 29 يوم بتوع رمضان، الموضوع خلاص هيبقى هي عاده وحاجه مش هتعرفوا ان انتوا تستغنوا عنها. عشان سايكولوجيكلي بنايه العادات بيبدا ان الواحد يعمل العاده يوميا لمده 21 يوم. فلو انتوا النهارده انتظمتوا على الصلاه ويو وير كوميتد واخدتوا قرار انا هنتظم على الصلاه ومش هفوت فرض لمده شهر، انتوا بعد لما هتخلصوا هيبقى فعلا الموضوع بالنسبه لكم سهل وحاجه اصلا مش بتفكروا فيها. حتى لو ايه يا جماعه، حتى لو رجعتوا البيت وما كنتوش صليتوا الخمس فروض، قوموا وصلوا الخمس فروض. عارفين ايه اللي هيحصل لما تلاقوا ان انتوا وراكم 5 فروض او 4 فروض او 3 فروض تصلوها ومش هتناموا غير لما تصلوها؟ هتلاقوا ان انتوا بعد كده طب ما الموضوع تقيل، طب ما اصلي كل فرض بفرض ومش هتفوتوا فعلا فرض. طب دي بقى بالنسبه اصلا مش محتاجه رمضان، انا بتكلم رمضان فرصه ان هو يساعدكم ان انتوا تبنوا العاده او تبنوا حاجه انتوا ما كنتوش عارفين تعملوها باقي السنه. عايزين بقى صلاه التراويح، مش هقول لكم ما نفوتهاش، بس حتى لو هتصلوها مره يا جماعه
في الاسبوع، مرتين في الاسبوع. بس صلاه التراويح دي هي بالنسبه لي سواء هتصلوها في البيت او طبعا يا ريت تبقى في الجامع، هي اللي بتدي روح رهيبه لرمضان، هي اللي بتحسسني باختلاف من رمضان عن شهور كتير. كلنا بنيجي ونقول ما بقيناش حاسين برمضان زي زمان، رمضان كان فيه روح مختلفه زمان. بس يا جماعه بجد صلاه التراويح مهما الزمن هيعدي ومهما الوقت هيمر ومهما هيحصل اختلافات في الدنيا، لو فضلتوا بتصلوا التراويح او نزلتوا تصلوا التراويح هتحسوا ان هو ده طعم رمضان. طبعا الثواب وطعم رمضان في صلاة التراويح مختلف. وهنا كمان احنا عملنا لنفسنا حاجة مختلفة عن بقية الشهور، عن بقية السنة، ان احنا بنصلي التراويح مش حاجة موجودة على طول. نزلنا المسجد ان احنا نصلي جماعة للتراويح مش حاجة موجودة طول السنة، فدي حاجة هنعملها في رمضان مختلفة، او هنا هنقول ان احنا حاجة اكسترا بنعملها مش بنعملها طول السنة، فناخد عليها ممكن نقول كده اكسترا ثواب ان شاء الله. تالت حاجه الدعاء ده انا لو قعدت من هنا للسنه الجايه اتكلم عن الدعاء في رمضان انا عمري ما هعرف اوصف لكم. انا عندي فيديو كامل كنت عاملاه كنت صغيره جدا اسمه سر الدعاء في حياتي، ولو انا النهارده هقول حاجه ما اتغيرتش فيا من دلوقتي، تقريبا عامله الفيديو ده من 6 سنين. الدعاء يا جماعه ده هو فعلا سحر. لو دعيتوا يا جماعة في رمضان كل يوم، احنا عندنا ميعادين الدعوة مستجابة فيهم 100%. اول حاجة احنا كلنا صايمين ربنا يتقبل منا، وانتوا بتكسروا صيامكم دعوتكم مستجابة. ادعوا بكل حاجة نفسكم فيها. عارفين جو الاجانب اللي هو بياكلوا التورته وفي عيد ميلادهم يقولك ميك ا ويش ومعرفش ايه؟ جماعة ميك ا ويش وانتوا بتكسروا صيامكم. ميك ا ويش في اول قطمة بلح او اول بق مية هتشربوه بعد الفطار. ربنا قال لنا ان الوقت ده الدعاء مستجاب فيه. طب ليلة القدر احنا مش عارفين هي بتبقى فين، وبنقعد ال10 ايام الاواخر نقعد ندعي ونشوف ومش عارفين ويا ترى احنا نشلنا على ليلة القدر ولا لا. بس احنا عندنا بجد ميعاد هو ربنا قايل لنا عليه، قايل لنا ان الدعاء فيه مستجاب، ان دعوة الصايم وهو بيفطر دي دعوة مستجابة. وعندنا تاني ميعاد برضو اللي هو في الثلث الاخير من الليل، اللي هو ممكن نقول قبل الفجر بساعتين 3 كده. ميعادين ادعوا فيه بكل حاجة نفسكم فيها. ادعوا زي ما انا بتكلم معاكم، ادعوا قولوا كل حاجة نفسكم فيها، ويا ريت وانتوا بتدعوا ما تنسونيش من دعواتكم. يعني لو انا فدتكم باي حاجة بسيطة ما تنسونيش من دعائكم، بجد انا هدعي لكم كلكم ان كل واحد نفسه في حاجة ربنا يستجيبها. ممكن برضو لو في حد في نفسه في دعوة معينة يكتبها تحت في الكومنتات والناس بتأمن عليها، لعل وعسى حد واحد مننا يكون دعائه مستجاب عند ربنا، فبالتالي يحقق لنا كل حاجة نفسنا فيها. فبجد يا جماعة الدعاء ادعوا، الموضوع مش محتاج تكلف ولا محتاج تصنع، انتوا بتتكلموا مع ربنا، اتكلموا زي ما انا بتكلم معاكم كده. ادعوا وقولوا كل حاجة نفسكم فيها، ادعوا واتمنوا يا رب انجح، يا رب اوصل للي انا نفسي فيه، يا رب يوسع رزقي ويجيب لي فلوس، يا رب يرزقني بالشغلانه اللي انا عايزاها، يا رب يرزقني ان انا اتجوز، يا رب يرزقني الذريه الصالحه. ادعوا بكل حاجه انتوا نفسكم فيها، ويا رب يا رب كل دعاء انتوا بتدعوه النهارده السنه الجايه رمضان السنه الجايه زي دلوقتي يكون الدعاء اللي انتوا كنتوا بتدعوه ربنا استجاب له. هقول لكم على حاجه، هنا ساعات كنت بعمل ليست بالدعوات بتاعتي في ورقه والله العظيم عشان اجي رمضان اللي بعده. بصوا يا جماعه بجد احنا بني ادمين واحنا بننسى. فالنهارده مثلا لو انا كنت بدعي ان انا يا رب اتخرج انا كنت طول عمري بدعي ان انا يا رب اتخرج من كليه طب بتفوق، دايما ده كان دعاء عندي ال6 سنين بتوع الجامعه، يا رب يا رب يا رب اتخرج بهاي اونرز، يا رب عايزه الجي بي اي بتاعي يكون عالي. ده كان دعاء عندي. عارفين لما الموقف حصل انا بجد كنت ببقى ناسيه، اللي هو يا نهار ابيض انا بجد دعيت الدعوه دي وربنا استجاب لها. الواحد لما بيتحط في الموقف بينسى ان هو عايش في الدعوات اللي هو كان بيتمناها وبيدعيها من ربنا. فعشان كده بحب قوي ان انا اكتب الدعوات بتاعتي عشان كل فتره ابص عليها واقول ايه ده ربنا بجد استجاب لي لكذا وكذا وكذا وكذا. ففكره الدعاء سحر، اكيد كلكم مجربينها، ولو حد عنده تجربه او اكسبيرينس زي ما انا شاركت معاكم موضوع الجامعه ده ممكن تكتبوها برضو عشان تانسباير الناس وفعلا تثبتوا للناس ان ده مش كلام ثيوريتيكال، ده كلام فعلا حقيقي وربنا وعدنا بيه وهيستجيب لنا. رابع حاجه هتكلم عليها في البارت الديني هو التسبيح. بصوا يا جماعه دي بجد من احلى الاختراعات. اولا حجمها صغير، ممكن احطها كده دايما، احطها كده في ايدي، ممكن تحطوها في جيبكم، تحطوها في الشنطه، ممكن تعلقوها في العربيه، هتتحط في اي مكان. طول ما هي في ايديكم هتلاقوا بقكم اوتوماتيكلي بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هتلاقوا بجد ان هي بتساعدكم وبتشجعكم ان انتوا طول ما انتوا قاعدين تسبحوا. لو انتوا حد بيحب السبحه اللي هي العاديه الخرز دي مفيش مشكله، بس انا قصدي ان حاجه تبقى معاكم تساعدكم دايما على ذكر ربنا.
وعايزين نذكر ربنا عشان فعلا ذكر ربنا بيخلينا ان احنا نفسيا نهدى، نفسيا نبقى مطمنين، نفسيا بنبقى حاسين بوجود ربنا حوالينا في كل حته، محاطين برحمه ربنا. الكلام اللي بيتقال على اللسان بيملى العقل وبيملى القلب وبيخليكم انتوا حاسين عندكم طمأنينة، اللي هو لا حول ولا قوه الا بالله، انا ما فيش حاجه في ايدي، كل حاجه بايد ربنا، استغفر الله. بتحس ان كل ذنوبكم بتقوم تيجوا في دماغكم اللي انتوا بتعملوها وتستغفروا ربنا عليها، الحمد لله، بتملاكوا بالرضا. فالتسبيح وذكر ربنا من الحاجات اللي هي بتهدي الواحد نفسيا جدا جدا جدا. فحاولوا ان انتوا برضو في رمضان تبقى دايما في ايديكم ما بين العصر وما بين المغرب، الوقت اللي هو الواحد كده بيحب يقعد مع نفسه فيه، تقعدوا تسبحوا وتذكروا ربنا، من الحاجات فعلا اللي هتهدي نفسيتكم بشكل كبير. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن البارت الدنيوي. احنا برضو مش عايزه وانا بتكلم معاكم يا جماعه دايما اكون بدعي المثاليه وان كل حاجه بتكون بيرفكت وان انا قاعده 24 ساعه على المصحف والكلام ده. لا طبعا، احنا بني ادمين وربنا عارف ان احنا عايشين في دنيا، بس انما الاعمال بالنيات. فبجد لو الواحد بس غير نيته، يعني احنا ديننا دين جميل جدا، فلو الواحد بس غير نيته هيلاقي ان هو بيعمل كل حاجه في الدنيا وحاجات حلوه وحاجات هو انجوي لمجرد ان هو غير نيته، وممكن يكون كمان بياخد ثواب عليها. وهنا هنيجي بقى لاول حاجه في الحاجات الدنيويه، العزايم، اللي احنا شايفين ان رمضان از اول اباوت العزايم والتجمعات. مجرد بس ان انتوا لو انتوا معزومين تجددوا نيتكم ان احنا معزومين عند ناس قرايبنا او عند ناس صحابنا لصله الرحم، دي حاجه كبيره جدا 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 عند ربنا ومن الحاجات الاساسيه اصلا في رمضان. ولو احنا عازمين برضو عندنا صله رحم وعندنا افطار صائم، مش افطار صائم بس مجرد ان احنا بنفطر صائم يكون فقير، لا، انتوا عادي الام لما بتفطر اولادها وجوزها ده بيكون افطار صائم، هي بتاخد ثواب كل واحد اكل وفطر على الاكل اللي هي عاملاه. فبجد مجرد ان انتوا تغيروا بس نيتكم وتجددوا النية ان احنا بنعمل ده عشان ربنا، وان احنا بنتجمع عند بعض بنية صلة الرحم، وان احنا نجمع القرايب، وان انتوا تكونوا مضيافين كمان. يعني لو من احلى الصفات يكون عندنا في الدين برضو ان الواحد يكون مضياف، لو حد داخل لكم بيتكم ان انتوا تكونوا كرمة معاه. دي كلها حاجات جميلة، مجرد ان احنا بس جددنا النية بتاعتنا هنعملها واحنا مبسوطين وبننجويت. ممكن تكونوا انتوا شايفين ان هو عادي، انا رايحة ازور صحابي او رايحة اخرج مع صحابي او رايحة لقرايبي او الكلام ده، اللي هي حاجات كلنا بنعملها، بس بنجدد نيتنا بنية مختلفة لرمضان عن بقية الشهور عشان ناخد ثواب عليها. تاني حاجة هي المذاكرة والشغل. حاسة ان انا ممكن اعمل لكم فيديو كامل عن الموضوع ده، عن فكرة المذاكرة والشغل وامتى نعمل ده. بس عارفين كلنا بنحس اللي هو انا طول عمري يا جماعة، انا بجد قعدت بتكلموا، واحدة كانت في طب اسنان، فانا بجد قعدت 5 سنين من حياتي انا رمضان كان بالنسبة لي كل مذاكرة. ودايما كان في رمضان، خلي بالكم ده دلوقتي رمضان اتبدر شوية بقى، بنتكلم من 6 سنين ومن 5 و4 سنين، انا رمضان كان بيبقى في عز عندي امتحانات، سواء امتحانات ميد تيرمز سواء امتحانات براكتيكلز. فكنت دايما رمضان ده انا اندلجد في المذاكره ومش بعمل حاجه، انا ما كنتش بروح عزايم، انا ما كنتش بعمل اي حاجه غير ان انا قاعده على المذاكره. في ناس كتير قوي بتمر بده، في ناس ثانويه عامه ومش عارفين ان هم ينجوي حياتهم او ينجوي او ان هم يعملوا العبادات حتى بصوره اكتر، مش عارفين ينزلوا يصلوا في المسجد، مش ما عندهمش وقت ان هم يروحوا عزايم، كل الكلام ده. فهنا برضو هنجدد نيتنا، عارفين بجد ربنا بيقول ايه؟ ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فهنا انتوا بتتقنوا العمل بتاعكم، سواء الشغل بتتقوا ربنا في الشغل اللي انتوا بتعملوه، سواء المذاكره انتوا بتتقنوا المذاكره عشان ربنا امرنا بده. ربنا امر ان لو مثلا انتوا دلوقتي طلاب، انت عملك او انت عملك هي المذاكره، انت مش مطلوب منك حاجه اكتر من كده. طبعا مش بنتكلم على بيزكس اللي هو الصلاه او كده، ده مش معناه انك تفوتي فرض، ولكن هو ده العباده، العمل عباده، والعمل حاجه مفيده، والعمل ربنا هيدينا ثواب عليه. بس هنا انا كنت كل اللي عايزه اقولها لكم ان انتوا ما تحسوش بالذنب او تحسوا ان انتوا مقصرين في حق رمضان او تحسوا ان انتوا مش قادرين تعملوا العباده بتاعه رمضان خالص يا جماعه والله. فبس ما تحسوش بتأنيب ضمير او تحسوا ان انتوا مقصرين او حاجه. ثالث حاجه هو الجسم والحفاظ على الجسم. رمضان ده من احلى الفرص اللي الواحد بيحس ان هو يقفل بطنه شويه. احنا مبهدل الدنيا يا جماعه، احنا الاكل ده عندنا شهوه سبحان الله رهيبه، فجسمنا بيبوظ، ممكن تكونوا مش بتتمرنوا. فرمضان ده من احلى الفرص ان الواحد يكون بيظبط جسمه فيه، مهتم بجسمه، مهتم باكله، وهيز فيري 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 ويل اوير بايه هو اللي بيدخله في جسمه. عدد الساعات اللي احنا بندخل فيها اكل قلت اكتر بكتير، فبالتالي عندنا ليميتد تايم. ده مش معناه ان انتوا تاخدوا نفس كميه الاكل اللي كنا بناكلها في ال 24 ساعه، ان انتوا تاكلوها في السبع 8 ساعات اللي عندنا ما بين المغرب لحد الفجر. عارفه ان رمضان بيحب الاكل وبيحب الحلويات وكل الكلام ده، ومش بقول ان انتوا تحرموا نفسكم من اي حاجه، انا ممكن اتكلم عن الاكل برضو في فيديو لوحده، بس هنا عايزه اقول لكم ان انتوا تخلي بالكم، بس تستغلوا الموضوع. عارفين دايما يقول لكم ساعات في ناس اللي هو رمضان بيقفل لي بطني، هيقفل لكم بطنكم عشان بعد رمضان تقدروا ان انتوا بس تنتظموا. بيعمل ديتوكس كده للجسم،
تحسوا ان انتوا جسمكم سبحان الله فعلا هو اتعقم من السموم اللي موجوده فيه. برضو رمضان بيكون فرصه حلوه جدا ان الواحد اصلا مش بياكل بره البيت قوي وبيقلل الفاست فود اللي هو بياكله، فدي فرصه حلوه جدا ان انتوا برضو. انا على فكره انا بعشق اكل الشارع، بعشق اكل الشارع. في رمضان بالنسبه لي اولا بيبقى فرصه ان انا بحوش فلوس عشان مش هنزل اكل بره، عشان مش هروح ادفع 600 و700 جنيه في الاوبن بوفيز اللي موجوده دي يا جماعه. وتاني حاجه برضو الواحد مش بنفسه مش بتبقى رايحه قوي، هو فعلا سبحان الله الجسم بيتعقم من السموم، فبالتالي مش بتحسوا اصلا ان انتوا you're craving فاست فود قوي. فاستغلوا رمضان على قد ما تقدروا ان انتوا تخلي بالكم من اكلكم، وحاولوا ان انتوا تتمرنوا عشان كده جسمنا يظبط شويه سواء صحيا او سواء جسديا. لو عايزين شكل جسمكم يكون حلو تكون خطوه بدايه للجيرني بتاعتكم. رابع حاجه وهي ممكن تكون حاجه controversial جدا وممكن ناس كتير تعترض على اللي انا هقوله، انا عمري ما هنكر ان في انترتينمنت في حياتنا وان احنا كلنا محتاجين الانترتينمنت او اللي هو الترفيه. انا مش هقول لكم ان انتوا ما تتفرجوش على مسلسلات، لو انتوا عندكم المقدره ان انتوا تعملوا كده طبعا اعملوا كده. مسلسلات يعني ولا بتفيدنا ولا اي حاجه ولا فيها اي حاجه مفيده، هي مجرد زي ما بقول انترتينمنت، فهي حاجه بتسلينا. فلو انتوا قادرين ان انتوا ما تتفرجوش يا سلام، دي حاجه حلوه جدا. انا على فكره مش غاويه قوي المسلسلات، فعادي ممكن الاقي نفسي اصلا عدى الشهر وما اتفرجتش. بس لو انتوا بتحبوا المسلسلات ودي حاجه فعلا بتفرحكم مفيش مشكله، بس بلاش ان انتوا تبقوا indulged في الموضوع، ما يبقاش الموضوع هو اللي بيتحكم فيكم مش انتوا اللي بتتحكموا فيه. مسلسل او اتنين مش هيضروا، سبيشالي ان دلوقتي الواحد بيتفرج عليهم على الاونلاين بلاتفورمز، فالمسلسل بيبقى اصلا تلت ساعه او نص ساعه بالكتير قوي عشان الحمد لله مفيش اعلانات، فبالتالي هتاندب ان انتوا عندكم ساعه مثلا في اليوم بتتفرجوا على مسلسل. مش مشكله، هيبقى هو ده الانترتينمنت او هي دي وسيله الترفيه بالنسبه لكم. الموضوع مش ازمه ضخمه. طبعا انا مش بقول ان انتوا اعملوا كده، انا بتكلم لو انتوا مش قادرين او لو دي حاجه بالنسبه لكم اساسيه. وهنا بقى هنيجي لاخر نقطتين اللي هي طيب ازاي نسلي صيامنا. اول حاجه بدل المسلسلات او دي الحاجه اللي انا بعملها، انا يا جماعه بحب استخدم السوشيال ميديا قوي كحاجه مفيده بالنسبه لي. يعني اي حاجه زي مثلا الفيديو ده انا اي سيرش فور ات، يعني انا بعمل سيرش ازاي اسلي صيامي، طب ايه الاكلات اللي ممكن اعملها. كل دي حاجات انا بقوم اسلي بيها صيامي، ان انا بستفيد، ان انا بطريقه بستفيد منها اكتر من ان انا يوزر بفضل اسكرول. I don't follow people غير لو فعلا حد انا بالنسبه لي بيقدم لي حاجه، حتى لو هي inspiration اللي هو بيلهمني، دوت بالنسبه لي افاده اكتر من ان انا بتفرج على حد انا رايح انا راجع انا اكلت انا شربت ما قدمليش حاجه مفيده. بس انا بحب ان انا فعلا اتابع الناس اللي بتلهمني، بحب اتابع الناس اللي بتفيدني. وتاني حاجه بقى هنا برضو لو استخدمتوا السوشيال ميديا بشكل حلو هقول لكم استخدام حلو، هو ان انا يا جماعه بحب مصطفى حسني جدا جدا جدا، هو وعمرو خالد الكلام بتاعهم بالنسبه لي بحس ان انا بستفيد دينيا ودنيويا عشان هم بيكبروا التفكير بشكل كبير جدا. ودايما انا اقول اللي عمل الاء في الحته الدينيه بعد ربنا وبعد اهلي هو مصطفى حسني وعمرو خالد. اتنين بالنسبه لي برامجهم جميله، اللايفز بتاعتهم اللي بيطلعوا على فيسبوك بتبقى جميله وبستفيد منها كتير جدا جدا جدا، وبحس ان انا في نفس الوقت باخد ثواب عشان هو مجلس علم ديني، فالواحد بيتلقى منه معلومات دينيه بتفيده. وبس كده، يا رب الفيديو ده يكون عجبكم. استغلوا رمضان على قد ما تقدروا. انا عارفه ان احنا بندخل بحماس جامد قوي ورمضان ده مش هيبقى زي السنه اللي فاتت وهيبقى احسن من كل سنه. كل النصايح اللي انا بقولها لكم دي عادي ممكن تعملها كل رمضان، بس انا قلت اطلع افكركم بيها بما ان اول اسبوع من رمضان عدى عشان الواحد ما ينساهاش او يحس ان في حد كده زقه حلوه ان هو يكمل شويه وان هو ما يستسلمش، عشان احنا بني ادمين. ما تجلدوش نفسكم لو حسيتوا ان انتوا كنتوا داخلين رمضان بحماسه رهيبه وبعدين فجاه وقعتوا، ده طبيعي جدا. احنا عشان كده موجودين في حياه بعض عشان نشجع بعض. ويا رب ان شاء الله كده ربنا يتقبل مننا كلنا باذن الله، وان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.